مبروك، انت كده مسكتي اول الطريق. روحها خفيفة بس ديفا 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 ديفا. دايما بشوف جمله جميله قوي بتتكتب على الفيسبوك لما بنت تصور مثلا طبق سلطه هي عملته عاجبها، ولا شويه مثلا منتجات من السكين كير بتاعتها وكاتبه عليها انتصارات صغيره. انت حقيقي مش محتاجه حاجات كبيره قوي في اليوم علشان تتغيري بنسبه 180 درجه في خلال سنه. انت محتاجه 3 انتصارات بس في اليوم صغيره جدا، وصدقيني لو التزمتي بيهم بعد سنه هتبصي لنفسك في المرايه مش هتعرفي نفسك خالص. اول حاجه انتصار جسدي، اهتمي بصحتك، اهتمي بجسمك، خدي فيتامينات، اهتمي بالرياضه، كلي اكل صحي، اعملي الروتين بتاع السكين كير والهير كير بتاعك كل يوم. تاني حاجه انتصار عقلي، كل يوم اتعلمي حاجه جديده حتى لو صغيره. اسمعي بودكاست يديكي طاقه حلوه ويشغل مخك، او خصصي وقت تعملي حاجه انت بتحبيها زي مثلا انك ترسمي، تعملي اكله جديده انت نفسك تعمليها. صفحه الشيف ناديه السيد مليانه اختراعات وحاجات حلوه قوي. اتفرجي على فيلم كرتون مع شويه فشار، اعملي اي نشاط يخلي مخك يتبسط. تالت حاجة الانتصار الروحي أو الروحاني على رأي إبراهيم الفقي الله يرحمه، اهتمي بجودة نومك، بلاش تنامي متأخر، عودي نفسك كل يوم إنك تنامي نص ساعة أو ساعة بدري عن اليوم اللي قبله. طوري علاقتك مع ربنا بزيادة حاجة صغيرة قوي كل يوم، مرة مثلا تظبطي المنبه لصلاة الفجر لو أنت مش متعودة عليها، مرة تلتزمي بأذكار الصباح والمساء، مرة تصلي أول ما تسمعي الأذان على طول، ممكن تحاولي تلتزمي بقيام الليل أو حتى تقري صفحة من القرآن كل يوم وتحاولي تفسريها. انت مش تنين مجنح علشان تعملي انجازات كبيره. في كتاب العادات الذريه بيأكد ان كل عاده كبيره او كل تغير في حياتك هيبتدي من عاده صغيره قوي ما بتكلفيش وقت ولا مجهود. بعد سنه اوعدك انك مش هتصدقي نفسك ازاي الحاجه الكبيره دي حصلت من شويه حاجات صغيره. الخطوه الاولى اكتبي في النوت بتاعتك ايه اول 3 عادات هتبتدي تلتزمي بيهم. الخطوه الثانيه ابدأي من النهارده. الخطوه الثالثه استمري عليها. مبروك، انت كده مسكتي اول الطريق. خليكي ديفا، خليكي ليدي.